خليني احكي لك حكاية. عمرك رحت الملاهي وانت في قمة سعادتك وخرجت منها وانت مصدوم؟ ما تقلقش، انت مش لوحدك. النهاردة جبت لك تذاكر للصف الامامي عشان تشوف لحظات الندم الاغرب في ملاهي العالم. العاب مجنونة، دوران لا نهائي، ومفيش اكتر من الدموع طبعا. شد الحزام عشان احنا داخلين على رحلة مجنونة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. انا حمادة حمدي من قناة ايموشن. ادعمني باشتراك وادعمني بلايك. انك تركب بطة وتجري بيها بسرعة جنونية دي اكتر قصة ظريفة ممكن تسمعها في الملاهي. يا نهار ابيض، واضح ان البالونات والخيول دونت ميكس. بس ما تقلقش، البنت دي مش زي اي بنت عادية وعرفت تتصرف بسرعة. المقلب ده سيء جدا لدرجة مش معقولة. بيحط الطفل على اول طريق الفرح وانه هيكسب اكبر جايزة، لكنه بياخده لشعور تاني خالص. عشان كده مش هتلاقي طفل ما تخضش. لو عايز تجرب اللعبة دي يبقى الطفل ده هيعمل لك افضل مراجعة ليها. قبل ما تنط خلينا افكرك ان محدش جبرك على كده. لحد دلوقتي محدش عارف هو كان عايز يقول لهم ايه. بيقولوا انها لحد النهارده مش مسامحاه. Where y'all from? South Carolina. Say hi to all my TikTok fans. Hi, TikTok. Hold on, ladies. Number one thing, I forgot the shoulder straps. Let me get it. بالرغم من حركاته النص كم دي، بس لسه الناس بتيجي تركب معاه برضه ومحدش عارف ليه. لما انت مرعوب بالشكل ده من لعبة افتراضية، امال هتعمل ايه لو رحت ركبت اللعبة الحقيقية؟ نصيحة مني ما تقربش من الملاهي خالص. انا قلبي وقع في رجلي اول ما شفت المنظر ده. الناس دي ملهمش حل بجد. عشان تعرف تستخدم اللعبة دي يبقى لازم تقع مرتين 3 على الأقل. الملاهي دي بتفكرنا ان الديناصورات كانت موجودة بجد، وفعلا كانت حاجة مرعبة جدا. Tell me, young one, have you come to join my Decepticon army? Not yet. But girl, there is no other time, because if you don't join, I'm afraid I'm going to just squash you. Now, are you ready? الأزياء والصوت والارتجال
حاجة خيال. لازم ميجاترون يطلع في فيلم تاني قريب. Decepticons, you all can fight. Turn around, I want to see your best fighting stances. Tell me about the ride. What did you think about the ride? Wow, it was great! Why? Because apparently you're spinning around, and apparently every time you get dizzy. الطفل ده سرق الأضواء في الملاهي وكأنه نجم سينما. And I've never ever been on live television. I never ever be on live television. Are you excited? Yeah, and apparently I already went down the super slide. When I went down alone, I was scared half to death. لما طائر يخبطك بالشكل ده حاجة صعبة قوي. النط بالحبال خلاص راحت عليه، لكن المغامرين الحقيقيين بيروحوا للصواريخ على طول. It wasn't scary at all. لا ما حصلش، واللي بيكذب بيروح النار على فكرة. الصينيين ملهمش حل، والكوبري ده من غير أي حاجة مرعب، بس هما لازم يفكروا بره الصندوق. اللعبة الدوارة دي اللي هيركبها لازم يكون واخد منشطات. مش عارف ايه المتعة في المخمضة دي صراحة. في الوقت الحالي الملاهي بقت حاجة عادية، والموضة الجديدة بقت النط بالمظلات. في الملاهي الصراخ بقى جزء من المتعة. اللي يشوفك وانت بتقول للناس بطايقكوا ما يشوفكش وانت نازل بالشكل ده. الحادثة دي حصلت في ملاهي اسمها اوكس، والناس الغلابة دول فضلوا مقلوبين بالوضع ده لمدة 30 دقيقة بسبب انقطاع الكهرباء، والحمد لله خرجوا كلهم بسلام. وعشان يرضوهم ادوهم تذاكر مجانية، بس بيتهيألي انهم مش هيستخدموها بعد اللي حصل لهم ده. هي الست دي قصدها تعمل كده ولا اللعبة معلقة؟ عشان يحبكوا مسلسل الرعب شوية بيقطعوا الحبل حتة حتة. أنا كنت فاكر إن أخطر رحلة ليا لما كنت مع مستر عمرو أول ما طلع رخصة سواقة. Oh, you're so fucking cool. منتزه الديناصورات في بانكوك في تايلاند عاش يوم من فيلم عالم الديناصورات، والكرسي اللي في العجلة الدوارة ولع نار، والحمد لله اللعبة مش شغالة بسبب المطر وما حصلش أي إصابات. بعد اللي حصل له ده مش هيفكر يركب اللعبة دي تاني أبدا.
عمرك حبيت تعرف إحساسك لو كنت جوه خلاط؟ مبروك، أهي الفرصة جت لحد عندك. لو كانت رجل الشاب ده بتتكلم كانت هتقول له انزل كفاية حرام عليك. عشان يحتفل بالوشم اللي عمله لازم ينط نطة زي دي. تخيل ان اللعبة دي معمولة للأطفال. لو قدرت تركب اللعبة دي مش هتخاف تاني أبدا. Got about 10. 3. 10 now, maybe. 2. Y'all gonna be screaming. الحمد لله انكم لسه على الأرض، محدش عارف ايه اللي كان هيحصل. أنا مش عايز أتخيل إن مفتاح التحويل ممكن يعطل في مرة. المهرجان ده هيخلي الأطفال اللي يروحوا يناموا في حضن أمهاتهم لأن الكوابيس مش هترحمهم. لو كملت الفيديو لحد هنا يبقى الفيديو عجبك. انزل اكتب لي في التعليقات ايه أكتر جزء عجبك في الفيديو. ما تنساش الاشتراك في القناة، وكمان ما تنساش اللايك، واوعى تنسى أهم حاجة إنك تدعي لإخواتنا في فلسطين. أشوفكوا الفيديو الجاي إن شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.